السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. ويليام شكسبير هو مؤلف مسرحي وشاعر بريطاني، يعد أشهر كتاب التاريخ ومن أبرز الكتاب في الثقافة الغربية والأدب العالمي. ترجمت أعماله الأدبية لأكثر من 80 لغة. ولد شكسبير يوم 23 إبريل سنة 1564 في مقاطعة آفون، وتلقى تعليمه الابتدائي في قريته ستراتفورد، فدرس مبادئ اللغات اللاتينية ثم تعمق في التاريخ والأدب، لكنه اضطر للعمل دون أن يكمل مراحل دراسته بسبب تدهور الحالة المادية لوالده. انتقل بعد ذلك إلى لندن والتحق بأشهر الفرق المسرحية ككاتب وممثل، وهناك نشر أول أعماله الشعرية بعنوان فينوس وأودونيس، لتتوالى بعد ذلك إبداعاته في الشعر والمسرح. شكلت قصايد ويليام شكسبير الشعرية وأعماله المسرحية مادة أدبية ونقدية عظيمة لجميع دارسي تخصص اللغة الإنجليزية، وكذلك للباحثين في الدراسات العليا. ولا يخلو منهج من مناهج دراسة الأدب والنقد في جميع جامعات العالم من نصوصه، سواء كانت في اللغة الإنجليزية أو على مستوى الترجمة في تصنيف الأدب العالمي. كما قدم ويليام شكسبير أكثر من 30 عمل مسرحي تنوعت موضوعاتها بين الكوميديا والتراجيديا، بالإضافة إلى المسرحيات التاريخية والتي تناول فيها عددا من العظماء. من مسرحيات ويليام شكسبير مسرحية ترويض النمرة، روميو وجولييت، هاملت، أنطونيو وكليوباترا، يوليوس قيصر. ومن مسرحياته أيضا الملك لير، تيمون الأثيني، تاجر البندقية، ومسرحية عطيل. وقد استمر نجاح عدد كبير من مسرحياته عبر التاريخ، متجاوز لنطاق عصور تطور الأدب وحواجز الفروق اللغوية. توفي ويليام شكسبير يوم 23 إبريل سنة 1616 في يوم ذكرى ميلاده 52، تاركا وراءه إرث لا ينضب من الأدب العالمي. والآن تابعوا معنا مختارات من أقواله.